في الصيف دايما بنحب الأكلات السريعة اللي زي الساندوتشات الشاورما. تعالوا نعمل الشاورما المصري مع الطحينة وعصير المانجا المتلج، من أحلى الأكلات. اطلبوا من الجزار قطعية الشاورما، بتبقى نوعية معينة من اللحم، بتبقى طرية وبتستوي بسرعة. هتتبلوها بمية البصل وزيت الزيتون، لبن الرايب، والبهارات اللي هسيبها لكم في الكابشن. تبلوها بقى من بالليل وسيبوها في التتبيلة دي عشان تاخد الطعم اللي يجنن. تاني يوم بقى في طاسة سخنة هتحطوا شوية زيت، وعلى نار متوسطة تسيحوا حتة حلوة من اللية علشان تدينا الطعم الأصلي للشاورما اللي بناكله في المحلات. بس كده، ونفضل نقلب فيها لحد ما مية اللحمة تنشف، بس اللحمة تفضل طرية وتستوي. هتلاقوا اللية ساحت واختفت. بس بقى نطفي النار ونروح حاطين شرايح الطماطم والبصل، البقدونس والنعناع الأخضر الفريش يبقوا مفرومين كده ناعم، ونبدأ نحشي الساندوتشات بتاعتنا. الشاورما المصري لازم تتقدم في عيش كايزر طازة وطري وبالسمسم. تجنن يا جماعة، أنا مش قادرة أوصف لكم الإحساس. بس كده قدموها بقى مع بطاطس محمرة، ونخلي الخيار، التومية والطحينة، الحبشتكنات اللي ما نقدرش نستغنى عنها جنب الشاورما. جربوها هتعشقوها.